رحلتنا النهاردة لجنوب غرب أوروبا، بالتحديد مملكة أسبانيا أو البلاد الأندلس اللي استمر الحكم الإسلامي فيها ما يقارب الثمان قرون، اللي أكيد أثر على الثقافة العامة هناك. وأكيد رمضان هناك هيكون مزيج من حضارات كتير. خليكم معانا وأهلا بيكم في أسبانيا. تعتبر أسبانيا هي بوابة الإسلام في أوروبا، وده لأسباب كتير، زي إنها أول بلد أوروبي يقع تحت الحكم الإسلامي، وكمان هي بتضم أكبر عدد من المهاجرين المسلمين في أوروبا، وبالإضافة لأن فيها قرطبة عاصمة المسلمين في أوروبا. الشيء اللي خلى الحكومة الأسبانية عملت قوانين لتنظيم واحترام مواقيت العبادة عند المسلمين في أسبانيا، زي مثلا أخذ استراحة من العمل يوم الجمعة للمسلمين من الساعة 1 ظهرا لحد الساعة 4 عصرا لأداء صلاة الجمعة، بالإضافة لترك العمل ساعة بدري قبل غروب الشمس في شهر رمضان. أما عدد المساجد في أسبانيا فمش كتير قوي، تقريبا هم 300 مسجد، منهم بس 3 في العاصمة مدريد. وبيهتم جدا مسلمين أسبانيا خلال شهر رمضان على التواجد في المركز الثقافي الإسلامي في مدريد والمساجد المختلفة للصلاة، خصوصا صلاة التراويح. وبيكتر نشاط المركز الثقافي الإسلامي الأسباني خلال شهر رمضان، فبيقوم تقريبا بإعداد 700 وجبة إفطار يوميا، وبينظم مجالس للعلم والتلاوة ودروس في اللغة العربية بعد صلاة التراويح يوميا خلال شهر رمضان. وده بجانب المركز الأسباني المغربي اللي بينظم احتفالات يومية ومحاضرات عن الفن الإسلامي والعادات والتقاليد الإسلامية والصوم. وبالإضافة للدار العربية في أسبانيا اللي بتنظم ليالي رمضانية في أكتر من مدينة زي مدريد ولاس بالماس. وبتقوم السيدات خصوصا في مدريد بإعداد الفطار في البيوت وأخدها للمساجد علشان الإفطار الجماعي اللي يوميا بيزيد عن 10,000 شخص. وبعد الفطار بيصبح المسجد مكان للاحتفال وأكل الحلوى زي التمر والهريسة. وبيحرص مسلمين أسبانيا على استقبال ليلة القدر بالشموع، خصوصا في مدينة إشبيلية. أما في كاتالونيا فبيحاول المسلمين توفير أماكن أكتر للصلاة في رمضان بسبب قلة عدد المساجد هناك اللي بتكون مليانة على آخرها، خصوصا في صلاة التراويح. أما المائدة الرمضانية في أسبانيا فهي مزيج ما بين الثقافات المختلفة المتواجدة هناك، زي المغربية والشامية والأفريقية والآسيوية. ودي كانت أهم العادات الرمضانية في أسبانيا. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب لو أول مرة تشرفونا في القناة، واستنونا في حلقة جديدة، وشكرا.